يا صباح الورد ويا صباح الرزق ويا صباح الفل. أيام خير وشهر خير وأيام فضيلة وأيام جميلة يا رب على كل متابعيني. النهاردة اليوم للمبتدئين فقط. يعني ايه للمبتدئين؟ في كتير قوي ما بيعرفوش يعملوا البشاميل، ولو عملوه ما بيظبطش منهم، بيكلكع ويعمل تكتلات ويضطروا يحطوه في الخلاط او يضربوه بالمضرب او بالهاند بلندر او يحطوه في كبة. النهاردة انا هوريكي طريقة للبشاميل لو انتي مبتدئة او لو انتي ما بتعرفيش تظبطي البشاميل. هديكي طريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة وعمرها ما هتبوظ منك ان شاء الله باذن الله. طريقتنا النهارده للمكرونه مختلفه تماما. انا في فيديو كنت منزلاه عن المكرونه البشاميل او عامله فيه مكرونه بشاميل، لكن بطريقه تانية خالص او بالطريقه الاصليه للبشاميل اللي هو تحمير الدقيق والى اخره. النهاردة الطريقة مختلفة تماما. دايما بنشوح البصلاية يا دوبك تدبل ونحط اللحمة. المرة دي احنا عايزين البصلاية نفضل نشوح فيها لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بتدي تيست مختلف، بتدي طعم مختلف، وبالأخص بالتركات اللي احنا هنعملها النهاردة. هشوح البصلة لغاية ما تاخد اللون الذهبي الجميل، وهنزل عليها باللحمة المفرومة وهقلبها وافضل اشوح فيها. هي زي ما انتم شايفين متفككه وجميله ولا متكتله ولا جامده ولا اي حاجه، ولكن احنا هنعمل اضافه بسيطه. انا حطيت زنجبيل او جنزبيل، وحطيت برضو شعره من القرفه، وحطيت فلفل اسود وسبع بهارات وحبهان، وحطيت الملح بتاعنا، وهقلبها وهفضل بقى اقلب فيها لغايه ما تتشوح وتنشف تماما من ميتها وتفرول كده وتفرفط او تبقى يعني كل واحده كده لوحدها سايبه. هرجع بقى اخد شويه ميه صغيرين، حوالي فنجان صغير او ربع كوبايه ميه في الكبه اللي مكان البصل، ناخد ريحه البصل وكام قطعه البصل اللي بيبقوا في الكبه دول، وهحطهم عشان انا محتاجه النهارده اللحمه المفرومه ما تبقاش ناشفه. انا عايزاها جوسي او عايزاها مميميه او عايزاها تكون طريه زي ما هتشوفي كده. هفضل بقى اغليها شويه لغايه ما الميه تنشف شويه صغيره، وهوريكي توصل لانهي قوام، وهيبقى هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. انا محتاجه النهارده المكرونه البشاميل بتاعتي تبقى كلها صوص كده، يبقى فيها صوص او فيها بهاريز، فانا هحتاج البهاريز. انا هنا كده خلاص خلصت المكرونه سوري اللحمه، وحطفي عليها، وده القوام اللي انا هبقى محتاجاه. انا محتاجه القوام اللي فيه شويه صوص كده او شويه ميه كده او شويه شوربه، شوفي بقى تسميها ازاي، بس المهم ان يبقى فيها شويه ميه جمال كده مخليين اللحمه طريه، ما تبقاش اللحمه ناشفه او مفرفطه كده زي اللي بنعملها مثلا للسمبوسه او بنعملها للمكرونه البشاميل عموما. لا بصي، هو ده القوام اهو اللي انا بوريهولك، ده اللي انا عايزاه. خلصت كده انا اللحمه. تعالي بقى ندخل على البشاميل والطريقه السهله. انا عندي هنا كيلو حليب وحاطه نص ميه. يعني ايه؟ يعني انا عامله كيسين، انا مش عامله لبن طبيعي، انا عامله كيسين اللي هو البخيرو، كل كيس نص، وكيس منهم مليته ميه مش لاخره، يعني الا ربع كده، ورحت حطاها عشان ازود كميته. انا حطيت جوزة الطيب، بشرت جوزة الطيب. انتوا عارفين ان انا من بحب التابل ده جدا كمان بالاخص مع البشاميل. وحطيت ملح وحطيت شوية حبهان مطحون وبس كده، وحطيت معاهم 5 معالق ممسوحين من الدقيق وقلبته. هنا ده بقى الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة وهتسهل عليك الدنيا. يعني الحليب هنقول الكيلو نص عليهم 5 معالق من الدقيق، معالق الأكل 5 معالق دقيق، مش مليانين قوي ومش ممسوحين قوي، يعني حلوين كده. تغرفي غرفي كده بالمعلقة 1 2 3 وتعدي 5 معالق وتقلبيهم كويس قبل ما تحطيها على النار. هترفعيها على النار. انا حطيت هنا واحدة مرقة
طبعا دي اضافه تقدري تستغني عنها، ولكن هي بتعلي التيست بتاع البشاميل، انا بحب احطها. لو مش متوفره مش هيفرق، هتكتفي بالحبهان المطحون وهتكتفي بجوز الطيب والملح. التركة التانية ان هو اول ما هيبدأ يغلي ويتقل انا هحط 4 معالق او حوالي يعني 4 معالق من الزبدة. 4 معالق من الزبدة، تقدري تستبدليهم بسمنة، ولكن الزبدة بتدي تيست عالي جدا او بتدي طعم ونكهة حلوة قوي للبشاميل، وبالاخص مادام احنا مش حاطين عليه قشطة او مش حاطين عليه كريمة لباني او كريمة طهي او كده، فبنحط الزبدة بتقوي او بتخليه النكهة بتاعته غنية جدا. هتلاقي لونه اصفر كده من لون الزبدة، انا حاطة زبدة صفراء، اي نوع بقى، ممكن الفرن، ممكن النيوزيلندي، اي نوع متوفر عندك. كده البشاميل بتاعي خلص. في اسهل بقى من كده، عشان كده انا قلت ان البشاميل ده او المكرونه دي للمبتدئين. هعمل ايه؟ اديها بقى طراوه واديها غناوه بشويه من الجبنه الموتزاريلا جوه البشاميل. كده انا خلصت البشاميل بتاعي. يبقى قلنا الدقيق واللبن هندوبهم مع بعض، وبعد كده نرفعهم على النار من غير بقى تحمير ويكلكع منك ويكتل منك واضطر اضربه في خلاط والقصص دي كلها. زي ما قلت ده لكل ست او كل عروسة او كل بنوتة عايزة تعمل مكرونة بشاميل وما بتعرفش تظبط البشاميل. هنا حطيت نص القالب مكرونة، وحطيت عليه البشاميل، وحطيت اللحمة المفرومة. وعلى فكرة أنا عملت قالب صغير على قد الفطار، وقلت ممكن أبقى أعمل قالب تاني يوم أو بالليل، لأن المكرونة طبعا القالب ده ما أخدش كل اللحمة المفرومة، لأن ولادي مش بيحبوا اللحمة المفرومة كتير كمان جوه المكرونة. يعني هنحط بقى النص التاني من المكرونة. في اسهل من كده؟ بجد 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 قولولي في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. هبدأ بقى احط بعد ما حطينا النص التاني من المكرونة، هبدأ انزل بالبشاميل. والبشاميل بتاعي مطلوب انه يبقى خفيف شوية عشان يدخل جواها ويبقى طري، عشان انا حاطة كمان جواه جبنة، فالجبنة برضو هتقله شوية، خدي بالك. هحط بقى على الوش جبنه موتزاريلا. عايزه تحطي مشكل جبن او الميكس، الجبن الميكس، او تحطي جبنه موتزاريلا وتحطي كمان جبنه رومي مبشوره، مفيش مشكله، اللي انت حباه والمتوفر عندك تقدري تحطيه. بس نصيحتي ما تحطيش الجبنه الرومي جوه البشاميل عشان هتحدقه قوي وهتخليه في تزييته كده، هتدي طعم مش لطيف. خلصت المكرونه ودخلناها على الشبكه على درجه حراره 190، وسبناها يا دوبك الوش اتحمر، وعملنا حبه سلطه، وكان فطارنا سريع وبسيط. احنا خلاص دخلنا في العشرة الاواخر من رمضان، ففي عبادات وفي صلاه وفي حاجات كتير اهم من المطبخ، عشان كده قلنا نعمل حاجات بسيطه على قد ما نقدر، نعمل اكلات سريعه وحاجات بسيطه يعني تتاكل كده بسرعه وتتعمل بسرعه ويبقى عندنا وقت. وعايزه اقول لكم ان انا لما عملت المكرونه خدت يعني مني مفيش يعني نص ساعه، كان كل حاجه يعني هنقول بالكتير مع غسيل مواعين مع تنظيفات مع مش عارف ايه ساعه بالكتير، وركنتها وسويتها يا دوبك قبل الفطار وعملت حبه السلطه. وانا عايزه اقول لكم على حاجه مهمة جدا جدا جدا، بنسى دايما في اكتر الفيديوهات اقولها لكم، ما تنسونيش في لايك ما تنسونيش بقى. احبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، وشهر رزق وخير عليكم يا رب، ويا رب اكون بفيدكم ولو بحاجة بسيطة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.